السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد هيثم وحلقة جديدة من توب 10 كورة. حلقة النهاردة هتبقى بخصوص أكتر 10 لعيبة اتظلموا في ريال مدريد. في لعيبة كتير قوي أساطير ونجوم كبار جدا لعبوا في ريال مدريد، بس للأسف ما عملوش أي حاجة وما كانش ليهم أي بصمة خالص مع ريال مدريد. بس قبل ما نروح المركز العاشر ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتكتبوا لي في الكومنتات رأيكم في التوب 10 اللي أنا اخترتهم، بالإضافة للتوب 10 اللي أنتوا اخترتوهم. نبتدي من المركز العاشر، واللاعب اللي أنا اخترته النهاردة في المركز العاشر هو مهاجم قوي جدا وكان مكسر الدنيا في اوروبا بشكل عام وفي الدوري الانجليزي بشكل خاص. هو الاسطوره الهولنديه فان نيستلروي. المهاجم الهولندي مبدئيا لعب في مانشستر يونايتد 5 سنين من سنه 2001 لسنه 2006. لعب معاهم 219 ماتش وسجل 150 هدف. اخذ معاهم اكتر من بطوله زي الدوري الانجليزي مره وكاس الاتحاد الانجليزي مره، واخذ معاهم كمان كاس الرابطه والدرع الخيريه مره. فان نيستلروي قدر ان هو ياخد لقب هداف دوري ابطال اوروبا 3 مرات. كمان فان نيستلروي قدر ان هو ياخد جايزة احسن لاعب في الدوري الانجليزي سنة 2001-2002 وهداف الدوري الانجليزي سنة 2002-2003، وكمان كان في فريق اليورو سنة 2004. في 2006 قدر ريال مدريد ان هو يشتري فان نيستلروي من مانشستر يونايتد ب 15 مليون يورو وقعد معاهم 4 سنين، بس للاسف كانوا 4 سنين غير موفقين بالمرة. لعب الهولندي مع ريال مدريد 96 مباراة وسجل 64 هدف. اخذ معاهم 2 دوري اسباني وسوبر اسباني، واخذ معاهم كمان مره هداف الدوري الاسباني سنه 2006-2007. كان في فرق كبير جدا في مستوى فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد ومستوى فان نيستلروي مع ريال مدريد. للاسف ما قدمش اي حاجه خالص مع ريال مدريد، وكانت صدمه لجمهور ريال مدريد اللي كان متوقع ان هو يكون خليفه رونالدو البرازيلي. نخش بقى على المركز التاسع، واللاعب اللي انا اخترته في المركز التاسع هو كان موهبه كبيره جدا، والناس كلها توقعت ان اللاعب دوت هيكسر الدنيا وخصوصا لما راح ريال مدريد. لكن الصدمه بقى ان اللاعب دوت ما عملش اي حاجه مع ريال مدريد، وهو جيمس رودريجيز. مبدئيا جيمس رودريجيز كان بيلعب في موناكو الفرنسي لمده سنه من 2013 ل 2014. بعد كده قدر ريال مدريد ان هو يشتريه في 2014، بس مش عشان مستواه في الدوري الفرنسي فقط، لكن جيمس رودريجيز عمل كاس عالم سنه 2014 قوي جدا. مبدئيا جيمس رودريجيز اخذ جائزه الحذاء الذهبي واخذ جائزه احلى هدف في البطوله، جائزه بوشكاش، بالاضافه طبعا انه كان في فريق الاحلام في كاس العالم. المفاجاه بقى ان جيمس رودريجيز مع ريال مدريد لعب 3 سنين، لكن كانوا 3 سنين ضعاف جدا وما كانش ليه اي بصمه حقيقيه مع ريال مدريد. لعب جيمس رودريجيز مع ريال مدريد 111 مباراه، بس ما كانش اساسي طول الماتشات ديت. سجل 37 هدف وصنع 43 هدف. اخذ مع ريال مدريد بطولات كتير، حوالي تقريبا 9 بطولات، بس طبعا ما كانش ليه دور اساسي وما كانش من اعمده الفريق الاساسيه في الفتره ديت. بعد كده طلع جيمس رودريجيز في 2017 اعاره لبايرن ميونخ لمده سنتين لحد 2019، وللاسف برضه كانت خطوه غير موفقه وما لعبش كتير في بايرن ميونخ ولا كان اساسي حتى مع بايرن ميونخ. وصلنا كده للمركز الثامن، واللاعب اللي انا اخترته في المركز الثامن دوت لاعب كبير قوي، وهو مبدئيا المدافع الوحيد اللي انا اخترته في التوب 10 النهارده. المدافع دوت مش مدافع عادي، ده كان اسطوره ولعيب كبير جدا، وهو فابيو كانافارو. تألق فابيو كانافارو بدأ مبدئيا في نادي بارما الإيطالي، قعد معاهم 7 سنين، عمل مواسم قوية جدا. بعد كده انتقل لنادي انتر ميلان عشان يلعب معاهم سنتين من 2002 ل 2004. سنة 2004 انتقل فابيو كانافارو إلى نادي اليوفي ولعب معاهم لحد سنة 2006. سنة 2006 دي كانت سنة محورية ومهمة جدا في حياة فابيو كانافارو، لأنه مبدئيا أخذ كأس العالم مع إيطاليا وأخذ الكرة الذهبية وأحسن لاعب في العالم من الفيفا، وكمان نادي يوفنتوس نزل درجة تانية. اضطر فابيو كانافارو انه يبعد عن نادي اليوفي وما يكملش معاهم وراح ريال مدريد، لكن للاسف فابيو كانافارو لعب في ريال مدريد 3 سنين سيئين جدا. سنة 2009 قرر كانافارو انه يرحل عن ريال مدريد ويرجع تاني لليوفنتوس عشان يلعب معاهم سنة، بس كمان كانت سنة غير موفقة عشان يقرر المدافع الايطالي الكبير ان هو يترك اوروبا كلها ويلعب في الدوري الاماراتي لمدة سنة، وبعدها في 2011 يقرر انه يعتزل كرة القدم. انا شخصيا شايف ان فابيو كانافارو كان يكمل مع اليوفنتوس لمدة سنة في الدرجة الثانية. اي نعم هو قرار صعب، لكن اتوقع ان هو كان هيبقى افضل ليه. وصلنا للمركز السابع، واللعيب اللي انا اخترته في المركز السابع دوت حاسس ان هو مش بس اتظلم في ريال مدريد، انا حاسس ان هو اتظلم على مستوى الكورة بشكل عام، وهو الهولندي ويسلي شنايدر. شنايدر لعب مع اياكس امستردام من سنة 2002 لسنة 2007، كانت بداية قوية جدا للهولندي واخد معاهم اكتر من بطولة. في سنة 2007 قرر الريال انه يشتري شنايدر ب 25 مليون يورو عشان يلعب معاهم سنتين بس. لعب معاهم 54 مباراة وسجل 11 هدف، اخد معاهم بطولة دوري وبطولة سوبر اسباني، ومشي سنة 2009 عشان يروح للدوري الإيطالي عبر بوابة إنتر. المفاجأة بقى إنه مع إنتر ميلان كسر الدنيا ولعب معاهم 3 سنين قويين جدا، وكان من أعمدة النادي الأساسية.
ده مش كده وبس، ده كمان على مستوى المنتخب الهولندي كان يعتبر اهم لاعب في المنتخب الهولندي. لعب شنايدر مع الانتر 80 مباراة، سجل 13 هدف، اخذ معاهم بطولة الدوري واخذ معاهم 2 كاس ايطاليا واخذ سوبر ايطالي واخذ واحدة دوري ابطال اوروبا وواحدة كاس العالم للاندية. سنة 2010 كان ضمن الثلاث افضل لعيبة في العالم. كمان شنايدر كان ليه بصمة قوية جدا مع منتخب هولندا في كاس العالم سنة 2010، وصلهم للنهائي وكان من هدافين البطولة وكان جايب 5 اهداف. 90% من الناس مجمعه ان شنايدر اتظلم ظلم كبير جدا، بالاخص سنه 2010 سواء في الكره الذهبيه او البالندور او حتى في ريال مدريد. وانا شايف ان ريال مدريد استعجل بشكل كبير قوي في بيع اللاعب، ولو كان صبر معاهم كان عمل معاهم تاريخ كبير جدا. اما بقى بالنسبه للمركز السادس، فاللاعب اللي هتكلم عنه دلوقتي كان عامل ضجه وكان مكسر الدنيا في سوق الانتقالات في العالم كله، وهو الدبابه الويلزيه جاريث بيل. اللي ما حضرش جاريث بيل مع توتنهام في الدوري الانجليزي فاته كتير جدا. لعب جاريث بيل مع توتنهام من سنه 2007 لسنه 2013، لعب معاهم 203 مباراه، سجل 56 هدف وصنع 58. اخذ جاريث بيل جايزه احسن لاعب في انجلترا مرتين، سنه 2011 وسنه 2013. وفي سنه 2013 اللي كان متالق فيها ومكسر الدنيا في انجلترا اشتراه ريال مدريد عشان يلعب معاهم 7 سنين لحد سنه 2020. لعب معاهم 251 مباراة، سجل 106 وصنع 68. أخذ جاريث بيل مع ريال مدريد 19 بطولة، بس ما كانش ليه دور كبير قوي في معظمهم. في سنة 2020 يقرر جاريث بيل إنه يرجع تاني توتنهام يلعب معاهم سنة إعارة، بس في السنة ديت مستوى جاريث بيل كان ضعيف جدا وما كملش معاهم أكتر من سنة عشان بعد كده يطلع على الدوري الأمريكي وتنتهي مسيرته هناك. اللاعب اللي أنا اخترته في المركز الخامس دوت أنا كنت لعيب بحبه جدا، وغالبا 90% من الناس هيوافقوني الرأي ان هم برضو كانوا بيحبوه حتى لو مش بيشجعوا ريال مدريد، وهو الالماني مسعود اوزيل. مسعود اوزيل لعب في شالكة سنتين وبعد كده لعب في فيردر بريمن سنتين عشان يقرر ريال مدريد سنة 2010 ان هو يشتريه ب 15 مليون يورو، وده طبعا بعد المستوى الكبير اللي قدمه في كاس العالم سنة 2010. عمل بطولة مع المانيا كبيرة جدا. لعب مسعود اوزيل مع ريال مدريد 159 ماتش، سجل 27 وصنع 81 هدف، اخذ معاهم بطولة دوري وبطولة كاس وسوبر اسباني. لكن فجأة في 2013 قرر ريال مدريد انه يبيع مسعود اوزيل لنادي ارسنال. لعب مسعود اوزيل مع ارسنال من سنة 2013 لحد سنة 2021 حوالي 256 مباراة، سجل 44 هدف وصنع 78 هدف. اخذ معاهم 3 كاس انجلترا وواحد درع خيرية. بالاضافه لكده طبعا انه مع المنتخب الالماني سنه 2014 اخذ كاس العالم بعد ما عمل دور كبير جدا وكان من اعمده المنتخب الاساسيه وكان ليه بصمه كبيره جدا في المونديال ده. اما بقى بالنسبه للاعب اللي انا اخترته في المركز الرابع، فهو لاعب كبير جدا، وشايف ان اللاعب دوت كان لازم يلعب مع ريال مدريد فتره اكبر من كده، وشايف انه ما كانش يستحق انه يمشي خالص في الفتره اللي هو مشي فيها، وهو الارجنتيني انخيل دي ماريا. مبدئيا دي ماريا كان بيلعب في الدوري البرتغالي مع بنفيكا، قعد معاهم 3 سنين، قدم معاهم مستوى جيد. قرر ريال مدريد انه يشتريه سنة 2010 عشان يلعب معاهم 4 سنين بس. لعب فيهم 189 مباراة وسجل 36 هدف وصنع 85. اخذ بطولة دوري و2 كاس اسبانيا وسوبر اسباني، واخذ دوري ابطال اوروبا وسوبر اوروبي. بسنة 2014 ريال مدريد اخذ بطولة دوري ابطال اوروبا واخذ السوبر الاوروبي، وكان دي ماريا مقدم موسم قوي جدا مع ريال مدريد. مش كده وبس، ده كمان دي ماريا عمل بطولة كاس عالم قوية جدا مع المنتخب الارجنتيني ووصل لنهائي كاس العالم بس ما اخدش البطولة. وفي عز تألق دي ماريا دوت قرر ريال مدريد انه يستغنى ويبيع انخيل دي ماريا. اتجه الارجنتيني للدوري الانجليزي ولعب مع مانشستر يونايتد سنة واحدة من 2014 ل 2015، بس كانت سنة غير موفقة بالمرة عشان يقرر دي ماريا انه يلعب في باريس سان جيرمان لمدة 7 سنين، ولعب معاهم 7 سنين موفقين جدا واخد بطولات كتير جدا. دي ماريا كمان كان من اعمدة المنتخب الارجنتيني وكان ليه دايما بصمة مع منتخب الارجنتين، سواء وصافة كاس العالم سنة 2014 او بطولة كوبا امريكا سنة 2021 و2024، بالاضافة طبعا لكاس العالم سنة 2022. وبكده احنا وصلنا للمركز الثالث، وانا بصراحة وانا بحضر الحلقة كنت محتار جدا ما بين المركز الثالث والمركز الثاني. يمكن اللاعب رقم 1 اللي معانا النهارده في الحلقه انا بصراحه كنت حاسم امره من بدري وكنت محدده وكنت عارف ان انا هختاره توب 1 معانا النهارده، بس رقم 2 و3 هو اللي كنت بصراحه محتار احط مين 2 ومين 3. اللاعب رقم 3 هو الجناح الهولندي الطائر ارين روبن. لعب روبن مع تشيلسي 3 مواسم كويسين جدا، واخد معاهم 2 دوري و2 كاس رابطه، واخد كاس انجلترا ودرع خيريه، وكان مكسر الدنيا في انجلترا. قرر ريال مدريد في 2007 انه يشتري روبن ب 36 مليون يورو، وقعد معاهم سنتين بس من 2007 ل 2009. لعب 65 مباراة، سجل 13 وصنع 15، واخد بطولة دوري وبطولة كاس.
سنة 2009 قرر ريال مدريد انه يبيع روبن لبايرن ميونخ ب 25 مليون يورو فقط عشان يلعب معاهم 10 مواسم قويين جدا لحد سنة 2019. لعب روبن مع بايرن ميونخ 309 مباراة، سجل 144 هدف وصنع 101 هدف. مش كده وبس، ده على مستوى البطولات اخد روبن 8 دوري و5 كاس، واخد 5 سوبر الماني، واخد واحده دوري ابطال اوروبا، وواحده سوبر اوروبي، واخد واحده كاس العالم للانديه، وكمان وصل مع منتخب هولندا لوصافه كاس العالم سنه 2010 وثالث العالم سنه 2014. اما بالنسبه للمركز الثاني معانا النهارده واللاعب اللي انا كنت محتار ما بينه وما بين روبن، ما كنتش عارف احط مين في المركز الثاني ومين في المركز الثالث، وهو يعتبر احدث لاعب معانا في التوب 10 النهارده. الصدمه الكبيره اللي جمهور ريال مدريد خدها وهو البلجيكي ايدن هازارد. هازارد كان صدمه كرويه على مستوى العالم، مش جمهور ريال مدريد بس، الناس كلها اتصدمت صدمه كبيره جدا، وده بسبب ان هازارد كان مكسر الدنيا في الدوري الانجليزي وفي العالم كله. يعني في وقت كان هازارد بيجي فيه الثالث بعد ميسي ورونالدو. مبدئيا هازارد مع تشيلسي لعب من 2012 ل 2019، لعب 352 مباراة، سجل 110 وصنع 92، اخد معاهم 2 دوري وواحد كاس وواحد كاس رابطة و2 دوري اوروبي. هازارد مع تشيلسي اخد جايزة احسن لاعب في الدوري الانجليزي سنة 2015 وافضل لاعب في الدوري الاوروبي سنة 2018-2019. قرر الريال في 2019 ان هو يشتري هازارد بمبلغ كبير جدا. المفاجأة والصدمة ان هازارد مع ريال مدريد لعب 4 مواسم من 2019 ل 2023، لكن كان يعتبر غايب نصهم. مبدئيا لعب هازارد في الاربع مواسم مع ريال مدريد 76 مباراة، طبعا كان اغلبهم يا اما بينزل بديل يا اما بيبدأ المباراة ويتبدل. سجل هازارد في الاربع مواسم مع ريال مدريد 7 اهداف فقط وصنع 12 هدف. طبعا هازارد مع ريال مدريد اخد بطولات كتير جدا بس بالاسم بس، ما كانش ليه اي دور فيهم خالص. وبكده وصلنا للمركز الاول، والمركز الاول ده بصراحه انا ما تعبتش فيه خالص، لاني من ساعه ما قررت اعمل الحلقه ديت وانا كنت عارف ان انا هختاره، وهو النجم الكبير الاسطوره البرازيليه ريكاردو كاكا. صفقه انتقال كاكا من اي سي ميلان لريال مدريد دي هزت العالم كله، والناس كلها كانت مستنيه تشوف كاكا هيقدم ايه مع ريال مدريد، خصوصا ان في الموسم اللي جه فيه كاكا ريال مدريد كان ريال كمان جايب كريستيانو رونالدو وجايب بنزيما وجاب لعيبه كبيره جدا، فكان كل الناس مستنيه تشوف التشكيله دي هتبقى عامله ازاي واللعيبه دي هتلعب مع بعض ازاي. المفاجاه بقى ان كاكا ما كانش ليه اي دور خالص، وكان يعتبر من اضعف الصفقات اللي ريال مدريد جابها. ريكاردو كاكا لعب مبدئيا في اي سي ميلان من سنه 2003 لسنه 2009، لعب 307 ماتش، سجل 104 وصنع 74، اخذ بطوله دوري وبطوله دوري ابطال اوروبا وكاس العالم للانديه وسوبر اوروبي وسوبر ايطالي. ريكاردو كاكا مع اي سي ميلان فاز بجائزه احسن لاعب في الدوري الايطالي 3 مرات، واخذ جائزه هداف دوري ابطال اوروبا مره سنه 2006 2007 برصيد 10 اهداف. وطبعا كلنا فاكرين جائزه احسن لاعب في العالم والبالون دور سنه 2007 اللي خدها من ميسي ورونالدو. كمان على مستوى المنتخبات كاكا كان ليه دور قوي جدا مع منتخب البرازيل، واخد معاهم 2 كاس قارات سنه 2005 وواحده سنه 2009، واخد معاهم كاس العالم سنه 2002. المفاجاه بقى لما كاكا راح ريال مدريد لعب معاهم من سنه 2009 لسنه 2013، لعب 120 مباراه، سجل فقط 29 هدف وصنع 39، اخذ بطوله دوري وبطوله كاس. رجع كاكا بعديها لعب سنه في اي سي ميلان بس كانت سنه غير موفقه وكان مستواه ضعف خالص. ريكاردو كاكا كان لاعب كبير جدا وموهبه مش هتتكرر بسهوله، ويكفي ان كاكا من اللعيبه القليله اللي قدر ان هو ياخد جائزه احسن لاعب في العالم او البالون دور من الاثنين ميسي ورونالدو في عز تالقهم. ريكاردو كاكا كان هو التوب 1 معانا النهارده. حابب طبعا اعرف رايكم في الاختيارات اللي انا اخترتها وترتيبها، بالاضافه لكده طبعا تكتبوا لي في الكومنتات التوب 10 بتوعكم واي افكار جديده حابين نتكلم فيها في الحلقات اللي جايه باذن الله. وطبعا بما اننا عملنا النهارده حلقه عن اكتر 10 لعيبه اتظلموا في ريال مدريد، فباذن الله الحلقه الجايه هتبقى عن اكتر 10 لعيبه اتظلموا في برشلونه. اتمنى تكون حلقه النهارده نالت اعجابكم، ولو الحلقه عجبتكم فعلا ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتكتبوا لي في الكومنتات رايكم واي افكار جديده حابين نتكلم فيها. نتقابل على خير ان شاء الله الحلقه الجايه. السلام عليكم.